ممكن تبدأ كده. شهرين اصلا مش يا كده سامعيني يا شباب كويس ولا ايه؟ مش عارف. يا تمام، ممكن كده تبدأ كده تقرا معانا. محمد صح اوكي. كده؟ يا محمد يا محمد ich عصام arbeite ماشي. ja ich arbeite als Assistentin in einer großen Firma. مومنت اسيستنتن. Ja, اسيستنتن. Assistentin. اه يا Ich habe am letzten Monat täglich ungefähr 50 E-Mails gelesen und, und sie beantwortet oder weitergeleitet. Ich habe viermal an Besprechungen teilgenommen und Protokoll geschrieben. Vor den Besprechungen habe ich viele Dokumente ausgedruckt. Ich habe mit Kunden Termine vereinbart und etwa 2 Stunden am Tag mit Kunden und Kollegen telefoniert. Außerdem habe ich viel Kaffee getrunken und das Kaffeegeschirr gespült. Abends war ich oft müde. Ich habe ein bisschen Fernsehen gesehen und bin um 22 Uhr ins Bett gegangen. Am Wochenende habe ich meine Wohnung aufgeräumt und sauber gemacht. تمام يا ابو حميد، الله ينور. طيب، في حاجة حابب بس الفت نظرك ليها. ما شاء الله انت مستواك عالي، فمفروض وانت بتنطق ما بتقولش هاب ايش، بتقول هابش. هابش. Ja, ja, تمام. ja. مش بتقسم الكلمة. المفروض ان في تداخل شويه، بما ان مستواك عالي مش بنطق كل حاجه لوحدها. تمام في كده. connection اه بين المفروض ان الكلمات انت. يعني. اه بالظبط كده. ف وبيبقى طبعا حاجه مفروض اكيد سمعت عنها اللي هي الزاتس ميلودي، فمفروض ان في رتم كده للجمله. ما بقولش الجمله كلها بايه برتم واحد يعني. هي ديت خاصة برضك بالاكسنت شوية صح؟ اكيد طبعا. بالقواعد بتاعتها. اوكي، انا ممكن يعني انا في الحاجات بتاعت الانجليش اعرفها، لكن في الدويتش لسه مش ركزت عليها شوية. هو الموضوع طبعا بالتمرس وبالسماع الكتير. طول ما انت انا بسمع بت... انا بت... بسمع كتير اوريدي، بس لما اهتم اكتر بالقواعد بتاعتها بتاعت الموليدي والحاجات او التون فويس بتاعها مم. بتظبط اكتر. ما هو ده طبعا ده راجع ان انت تسمع لموتاش براخلة، فكل ما انت بتسمعهم اكتر كل ما الذات سيمولودي هتيجي معاك ايه. واحدة واحدة، زي اللي مثلا بيبقى هاوي حاجة معينة. مثلا في ناس من محبي مثلا يسمع الشيخ مش عارف عباس عبد الصمد، فتلاقيه جاب بعد فترة طويلة تلاقيه جاب التون بتاعته. الناس كتير اللي بتطلع تقلد شيوخ مختلفة دول، هو بيتنيه يسمع 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 لحد ما التون بتاعته بتبقى في ودانه، فخلاص بيبدأ ان هو يقلده. فهي الفكرة مم. ان طول ما انت بتسمع موتاش براخلة كل ما التون بتاعتهم والذات سيموليدي دي هتيجي معاك هو انا بالتدريج. بسمع الاوديوز بتاعت الكتب، هل ديت مفيدة ولا مش مفيدة قوي؟ فطبعا للمبتدئين يعني احنا بنتكلم اينس اتسفاي تمام، بي اينس لا انت المفروض بتنفتح بقى لايه، ان انت تسمع موتاش براخلة نفسهم. بس الفكرة ان انت ما تسمعش حاجات تعليمي، يعني ما تسمعش حاجة اه تعليمي. اسمع اسمع حاجة حاجة. من الالتاج. يعني مثلا ممكن اشوف بلوجر مثلا يكون الماني اتفرج عليه. تمام، زي ما طب انت ايزي جيرمان. بتتفرج كده. ايزي ايزي جيرمان برضو جيرمان. مش احسن حاجه، لان ايزي جيرمان هو بيتقابل مع ناس ممكن يكون فيهم المان، ووارد انه يكون اوسلندر، فانت تعليمك مش قد كده برضو. واصل لك الفكره.
بس هو يعني لما هو بيتكلم مثلا ببطء انت تقدر ان انت تقلد وراه، فتقدر لا، هي الفكرة تكتسب النطق ما هو كويس. مش ده المطلوب، مش ده المطلوب. انت اه. في المستويات العالية مطلوب منك ان انت تفهم الريتم بتاعهم. ما هو انت لما بتروح وبتوصل المانيا ان شاء الله تمام كده، ودي المشكلة اللي بتقابل الناس، ان انت بتبقى متعود على فيديوهات تعليمية، فالناس قدامك بتتكلم بالراحة تمام كده. مم. فانت بالتالي لما تروح هناك وتلاقي الناس بتاكل الكلام، فانت ما انتش فاهم هو بيقول ايه اصلا. تمام. دي ما انتش مجانج مترجم. شباخة. ما عليك من امجانجس شبراخه، بس الفكره احنا دلوقتي بنتكلم في رتمهم، اه. وهم صراع في الكلام زينا برضو. احنا مم. بنتكلم عربي سريعين برضو شويه، مش بنتكلم بالراحه تمام كده. فهم نفس الكلام، وفي كلام بيتاكل في النص. فانت بتفهم ده ازاي؟ لما كنت سمعت موتة شبراخله بالفعل. تمام. فزي مم. ما قلنا ممكن نسمع بلوجر مثلا، نسمع اخبار بتاع، هتلاقيهم بقى بيجروا في الكلام، ويبدأ الموضوع ايه يتحسن معاك تدريجيا. لكن فيديوهات تعليمية مش هتفيدك كتير. انا في تقريبا كان في قناه تقريبا عليها بلوجر الماني، ممكن ابعت لكم حاجه زي كده على الجروب نفسه ان شاء الله، اوكي، بحيث ان انت في تشوف حد جدا. من الحياه اليوميه. الحاجات دي اكتر ممكن تلاقيها على الانستجرام. يعني انت ممكن لو بتدور على الانستجرام هتلاقي ممكن وانت بتقلب كده يبدا يظهر لك اقتراحات مثلا لناس بلوجر الماني ايا يكن بقى في اي مجال ان بيتكلموا في فيه. ناس خاصة بالبفليجة، هل دي ممكن تكون صعبة شوية صح؟ لا لا لا، انت مش مطالب وانت تمريض. اه تمريض اه. اصلك وانت بتعرف نفسك قلت بتعمل براكتيكوم، ما براكتيكوم ده تدريب مش ايوه يعني. امتياز، انا امتياز، طالب امتياز اه لسه. انت امتياز، اه ماشي، انا مفكرك متخرج فعشان كده استغربت. ماشي لا. تمام. واحنا زمايل اصلا. والله وزميلك، طب كويس. انتوا الاتنين في نفس المستوى. اه بس هو هو من ناحية وانا من ناحية، مش مع بعض. هو في جروب وانت في جروب قصدك. بالظبط. كل واحد ليه فكر معين في اختيار المكان يعني. يعني انتوا مش بتدرسوا المفروض في نفس المستوى، بس مش بتدرسوا في مكان واحد يعني. اه بالظبط بالظبط. كده. ماشي وهو بس تمام. انا بادئ قبلي، المفترض برضه. انا المفترض اه كنت ابدا بيه صغير، بس انا ايه باخد وقت في اللغه، يعني ان انا اشرب اللغه اكتر وكده. اي انا اي. بالظبط انت ست منين بقى؟ شهور احنا الاتنين من انتوا المنصورة. الاتنين من المنصورة؟ طب تمام يا عم، على راسنا من المنصورة واللي منها. حبيبي شربين. تسلم. من شربين. نسيت. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، كنا بنقول ايه؟ نسيتوني والله. فاللي هو ان انت تتابع زي ما قلنا موتش برخلة، بحيث ان انت الموضوع يتحسن معاك. لان زي ما قلت لنا هما بياكلوا الكلام. وده للاسف انت لما بتسافر المانيا بقى بتلاقي الحاجات دي يعني صدمتك في وشك كده. وبتبدا ان انت ما انتش فاهم هو بيقول لك ايه. وهو وطبعا هو فعلا هو كنت هناك تواصلت بقى. مع حد كان بعت لي ريكورد كده على الكلام، كان فعلا طاير فعلا. ما انت المشكله هنا بقى، ما انت دلوقتي مفروض انا ما يكون معايا حد مثلا في اينس اتسفاي، فبنصحه بالاوديو بس بتاع الكتاب، عشان مم. ان انت تشتت نفسك ما بين المصادر مش توصل لحاجه في الاخر. تمام كده، مم. فانت تشتت نفسك خلاص، انت ولا هتجمع يمين ولا هتجمع شمال. انت هتتنيك متعلق في النص كده، ولا منك طايل فوق ولا منك نزلت تحت. تمام كده. مم. ولكن تمام. لما انت بتبدا بقى تعلى في مستويات بي اينس بيتس فاي، فمفروض ان انت تبدا تطلع بقى لايه، لناس زي ما انت مثلا عندنا هنا. طبعا الناس هنا في مصر لكم اللي يقول لك انا مش عارف بتفرج على حمدي ووفاء، انا بتفرج على مش عارف مين وعلان وزدان. انت عايز برضو نفس الفكره، ان يكون حد الماني بيتكلم عادي في حياته اليوميه، بيخرج خروجات ويقعد يتكلم وخلاص. فاهم؟ بحيث ان انت اولا تلقط منهم اللي هو الامجانجس شبراخه ده اولا، ثانيا بقى حته اكلان الكلام وسرعتهم والريتم بتاعهم، تبدا ان ده يبقى متعارف عليه بالنسبه لك، ما يبقاش غريب على على ودانك. تمام كده. فده مهم جدا. طيب. طبعا سهل انت لو اتعودت على نطق غلط هيكمل معاك، فاهم؟ صعب تعدله بعد يا كده. يا فهو آه، معاك من كل المستويات، انا شايف كده. تبدأ بالاوسع شوية، هتظبطه من الاول. يا ده صجيت يا لا دي نعرف. دي. هو للاسف ان انت تتواصل مع الالمان بطبيعتهم انزو سوسيال، يعني هم مش اجتماعيين. فعلا فصعب اه. انك تلاقي حد الماني ومش تتكلم هيكلمك معاه. مش هيكلمك الا لما يكون عايز ومحدش منك هيبقى حاجه. فاضي. اه بالظبط، اه محدش هيبقى فاضي.
لا هو لا لازم يكون في مصلحه متبادله، يعني انت بس تعلمه حاجه هو يعلمك حاجه، لكن تدخل كده فري كده لا. لا لا مفيش الكلام ده طبعا. انا بقول لك هم بطبيعتهم مش اجتماعيين. فان انت تحاول تتواصل مع حد الماني عشان ان هو يساعدك في حاجه او الكلام ده، فما اظنش ان الموضوع ممكن يمشي يعني. طيب نرجع لمرجوعنا اوكي. تاني كده. ممكن تحاول تفهمنا التكست كده يا اوكي محمود؟ ترجمه يعني او. اه محمود، ترجم لنا اوكي. كده. محمود ولا انا؟ لا انت بقى. مين؟ محمود ده انا عمل اول تكست. اوكي انا محمد، تمام. آه... Ich arbeite als Assistentin، يعني انا شغال مساعد في شركه كبيره. امم. Ich habe am letzten Monat täglich، يعني في الشهر الاخير كنت برد او بقرا 50 ايميل يوميا. امم. وبرد عليهم وبرسلهم امم. تاني. Ich habe في einmal an Besprechungen teilgenommen، ان انا شاركت 4 مرات في في اجتماعات، امم. وكتبت بروتوكولات، تمام. تمام. vor die Besprechungen habe ich viele Dokumente ausgedruckt، ان انا في للاجتماعات ديت عملت طبعت وثائق كتيره، امم. وتواصلت مع او عملت مواعيد مع العملاء. امم. و ان انا اتكلمت ساعتين مع العملاء، تمام. امم. außerdem habe بالاضافه لذلك ich habe ich viel شربت قهوه كتير، وغسلت المكنه بتاعت القهوه، كافيه لا جشيره لا اول بص، حاجه. كافيه جشير اللي هي مقصود بيها الاطباق، تمام كده، او المواعين عامه او زي ما بنقول عندنا الحاجه الخاصه فالكافيه بالكافيه مقصود عامه. بقى لو ممكن بقى كان اللي هي الطاسه معاها مثلا التيله الصغير اللي بيتحط عليه يا فالمقصود ان كل حاجه تخص القهوه هي غسلتها، اللي هي من فناجين اطباق الحاجات دي. تمام. تمام. abends يعني كل مساء كنت بكون تعبان. ich habe ein bisschen ferngesehen، كنت بشاهد التلفزيون لبعض الوقت. مم. und الساعة 10 مساء كنت بنام يعني. am مم. Wochenende في نهاية الأسبوع برتب شقتي وبنظفها. طيب تمام. نرجع بس لحته اللي هي فايتا جلايتد. انت قلت ان ايه قرط بترد وبتبعت الايميلات تاني. لا هي فايتا لايتن. فايتا لايتن انت بتعمل اعاده توجيه مع ان انت بترسلها لحد تاني، فاهم؟ انا ممكن انت عندك وليكن انت عندك فورورد يعني. مشكله في الخط بتاعك، تمام، فبعت رساله لخدمه العملاء، فخدمه العملاء بيقول لك تمام انا هحولها للقسم المختص. تمام. فتحويل الرساله دي اسمها فايتالايتن. زي ما انت بتيجي إعادة مثلا على إرسال. الواتساب او تليجرام بتعيد ارسالها بس لحد تاني، تمام كده. تحويل انا الرسالة. بوضح بس عشان نبقى فاهمين، تمام. طيب كلام جميل زي الفل. محمود بقى عندك استفسار هنا يا محمود؟ في جملة مش راكبة معاك، حاسس ان في حاجة غريبة بالنسبة لك؟ لا، هو الجرامر هنا واضح كله. الجرامر واضح بالنسبة لك، لكن تمام. اه تمام. خش على التكست نومة دراي. ماشي اقرا لنا كده يا محمود. ماشي. هو بغاي بيقول ich bin Artist und habe eine kleine Praxis. Natürlich habe ich viele Patienten und untersucht, Rezepte بص يا محمود geschrieben ثانية. und بص ثانية. انصحك يعني حاول تجمع كده وتنطق مره واحده، بلاش حته الايه الرهبه تاثر عليك في كلامك، تمام؟ يعني خد نفس، اتكلم بالراحه بحيث ان انت ايه تبقى قادر تنطق النطق الصحيح. تمام. ما يبقاش تمام. فيه لا يعني اللي هي اللقلقه دي في الكلام، واصله لك؟ يعني أما أنطقها في دماغي يعني وبعدين بالراحه كده، أنطقها. خد وقتك. ما تتسرعش في القرايه، خد وقتك. يعني أنا ممكن اقول ich bin Arzt und habe eine kleine Praxis. Natürlich habe ich viele Patienten untersucht. وابدا ان انا اكمل، خدت نفس اكمل. Rezepte geschrieben und die Patientengespräche dokumentiert. وصلك الفكره؟ تمام. حاول تاخد وصلت. نفس، تنظم نفسك. ابدا انطق بالراحه، محدش بيجري وراك، بحيث ان انت ما يبقاش فيه لقلقه وانت بتتكلم. تمام. تمام. أجرب آه. كده.
يبقى Rezepte geschrieben und die Patienten geschrieben geschrieben geschrieben, geschrieben und die Patienten Sprache dokumentiert. Äh, Patientengespräche. oh, تمام مظبوط. Im letzten Monat habe ich auf einer Konferenz, Konferenz 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 einen Vortrag gehalten und Untersuchungs بالراحة، هي كلمة Untersuchung Ergebnis. وإرجبنسة وفي يعني ربطهم ببعض. Untersuchungs Ergebnisse. Untersuchungs Ergebnisse. Ergebnisse. hm. Präsenter. Präsentiert. Präsentiert. Tmam. Das war etwas Besonderes. Ich habe mit Kollegen gesprochen und wir haben in einem guten Restaurant gegessen. Ich esse gern und ich koche auch gern. Leider hatte ich im letzten Monat sehr wenig Zeit. Ich habe nur einen auf dem Markt, Einmal. Nur einmal. nur einmal auf dem Markt Lebensmittel eingekauft und für meine Familie gekocht. Für meine Gesundheit habe ich auch etwas getan. Ich bin zweimal Fahrrad gefahren und habe Mittwochs Tennis gespielt. تمام. ممكن تفهمنا كده؟ هو بيقول أنا طبيب وعنده عيادة صغيرة مم. وبيقول بالطبع بيفحص مرضى كتير مم. وبيكتب روشتات أو روشتات وملفات لا وبيقرأ باتسنتنج وبيقرأ بريشا اللي هي المحادثات اللي ما بينه وبين المرضى، يعني دوكيومنتري بيسجلها يعني، زي بيكتب تقارير يعني. أو مم. بيقول لي آخر في الشهر الأخير عمل أو اجتماع طلب أو بص يا شباب، عندي اصلا في فورت شوتس بتقول اللي هو اينن فورتراج هالتن، معناها ان انت تلقي خطبه. تلقي مم. خطبه او تلقي كلمه، معناها اينن فورتراج هالتن. تمام كده، بيجي معايا فعل هالتن اصلا ممكن يدي معنى انك تمسك حاجه. تمام كده. ولكن هنا ما بيجي مع كلمه فورتراج بيدي معنى ان انت تلقي كلمه. فبقول لك هو الشهر اللي فات في المؤتمر قال كلمه في المؤتمر. تمام، القى كلمه. تمام كده. تمام. ماشي فايتا. بقى كلمة بعد كده اللي هو أنت زوخن هي جيبنس والنتائج نتائج الفحوصات. او عرض نتائج الفحوصات، او عاملاه عرض تقديمي يعني، برزنتيرن اللي هو انك تعمل عرض تقديمي. تمام. برزنتيشن بيعمل اه اللي هو برزنتيشن برزنتيشن بالظبط. برزنتاسيون. اه بالظبط كده، برزنتاسيون بالظبط. مم. ده كان نوعا ما مميز. مم. وبيقول بعد كده اتكلم مع زمايله وأكلوا في مطعم جيد. مم. وهو كل جيدا وبرضه طبخ هو بالإضافة لذلك هو بيحب طبخ. ياكل، وكمان بيحب الطبخ، بيحب ان هو يطبخ يعني، وبيحب ان هو ياكل. كلمة جام بتدي معنى، بتدي ان انت بتحب العمل الفعل اللي انت بتعمله. فهو بيحب ياكل، بيحب يطبخ. تمام كده. تمام. مم. وبيقول للأسف اللي هو عنده وقت ضيق. اه بيقول لك الشهر اللي فات كان عنده وقت ضيق. وبيكمل وبيقول الشعب أو مرة واحدة اشترى اللي هو مستلزمات
المواد الغذائية من الماركت، و وطبخ مرة واحد لعيلته، مم. وبيقول صحتي هي مش كده. اه، مره واحده تمام، بس لا، هو بيقول لك ان هو مره واحده راح اشترى اللي هو الليبن سميث اللي هي المواد الغذائيه. راح يتسوق اشترى مواد مم، غذائيه مره واحده، وكمان طبخ لعيلته. تمام. ماشي. مم. وبيقول الجزم ده الصحة بتاعته كانت أوخ جيتان لا، بص، هو بيقول ما für كانتش meine كويسة. Gesundheit habe ich. لا، für meine Gesundheit habe ich etwas getan. يعني يقول لك انا عملت حاجه كمان حلوه لصحتي يعني. ich bin بيقول zweimal لا. Fahrrad gefahren، اللي هو ركب العجله مرتين. تمام كده. بيقول لك habe mittwochs Tennis gespielt، وكان بيلعب كل يوم اربع ايه تنس. تنس. تمام كده. طبعا ميتفوخس زود لها اس، او ممكن تقول اللي هو يدن ميتفوخ. الاتنين بيساووا بعض. يعني كلمة يدن ميتفوخ او يدن مونتاج يدن وهكذا تساوي ان انت تحط لليوم نفسه اس. تمام. تمام كده. زي ممكن تقول ام ابند وتقول ابند، صح كده. مم. نفس الفكرة. بتفيد التكرار. اه، بالظبط كده. طيب، كلام جميل. آه تان هنا معناها إيه؟ جيتان. جيتان ده فعل تون بيساوي فعل مخن. Ja. مم، تمام كده. تمام. في حاجة تانية لسه عليها؟ لا بس. طيب، تمام. احنا هنا برضو معانا ايميل كده، عايزين ايه نقراه مع بعض. ابو حميد بقى ممكن يقرا كده معانا. Okay. Aufgabe 2. Eine E-Mail an Freunde. Lesen Sie die E-Mail und beantworten Sie die Fragen. Lieber Lisa, lieber Tom, viele Grüße aus dem sonnigen, ja, aus dem sonnigen Italien. Wir sind seit fünf ايطاليان. Tagen ايطاليان. Italien, Italien, ja. Wir sind seit 5 Tagen hier und es ist einfach wunderbar. Wir wohnen in einem kleinen Ferienhaus direkt am Meer. Jeden Morgen gehen wir schwimmen, wenn das Wasser noch ganz ruhig ist. Danach frühstücken wir gemütlich auf der Terrasse mit Blick auf das Meer. Gestern haben wir einen Ausflug in einer kleinen Stadt in den Bergen gemacht. Dort gab es eine alte Burg und viele Enggassen. Wir haben in einem typisch italienischen Restaurant zum Mittag gegessen. Die Pizza war fantastisch. Am Nachmittag haben wir uns in einem kleinen Laden handgemachte, handgemachter Keramik gekauft. Ja, كيري... يا كيراميك. ja, ماشي. Kerima يعني. مم. تمام. طيب، ممكن نوضحها كده من الاول، نبدا كده وضح لنا المقطع ده، هي لسه في تكمله للايميل، بس ممكن نبداها كده اوكي. من الاول. والعزيزتي ليزا، عزيزي توم، مم. تحياتي من إيزوننجن إيطاليا، مكان اسمه كده. تمام. Wir sind wir كنا منذ 5 أيام هنا، مم. وكان الجو كويس أو رائع. Wir wohnen in einem kleinen Ferienhaus. سكننا أو قعدنا في منزل على البحر، مباشرة على البحر. كل اتنين كنا بنذهب للسباحة لما مم. بيكون المياه كويسة، او اللي مم. هي هاديه مش فيها امواج يعني. danach frühstücken wir gemütlich، اللي هو مم. بعد كده فطرنا على التغاسه اللي هو الفناء. آه التراسة دي اللي هي ال- مكان مفتوح كده، تمام، ممكن عامل زي البلكونة كده بس مكان واسع. يا دي بنسميها تراسة. اللي هو بيطل على البحر. بالظبط. مس في الامس عملنا رحله لمدينه صغيره مم. على في على الجبال. الجبال، في في الجبال. الجبال. مم. يا دوت جاب اس. هناك كان في برج برج لا، قديم. لا، فوج هنا معناه قلعة.
قلعة، يا قلعة قلعة يا قديمة، اه مش برج اللي هو البرج. يا برج البرج برج اسمه انت؟ بالألماني اسمه توم، معناه برج. توم. اللي هو مش هبقى فيها جسم يا توم، حلو اللي هو وليت. برج سكني كده، ده بنسميه توم. تمام كده. توم يا. ماشي، ها. und viele Inga Gassen. اه حاجة ضيقة، ايه جاسن دي؟ جاسن دي معناها اللي هي الحواري الضيقة. حواري يا. حواري امم الضيق. Wir haben in einem typischen italienischen Restaurant ان احنا اكلنا في مطعم ايطالي تقليدي امم في ميتاج. ميتاج اسم يعني او. الغدا يعني. اوكي. اه دي بيتزا فا فانتاستيش، البيتزا كانت رائعة. وام مم. نخمتاج بعد الظهيرة haben wir an einem kleinen. عملنا. رحنا احنا اشترينا ايه بقى؟ رحنا اللي المحل. هو محل صغير، ها. هاند جيماختا يعني كريمة معمولة او ايه لا 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 كريمة لا اساسا. لا 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 لا، كيراميك ده اللي هو حاجة اللي هو زي الفخار كده، فبقول لك فخار مصنوع بالإيد. هاند جماخت يعني مصنوع يا بالإيد، اللي هو يدوي الهاند ميد يعني. اه. تمام. هو كيراميك اللي هو الفخار، فخار، وممكن يدي معنى سيراميك. تمام. بس هو التكست هنا دي تقريبا مقصود من بيه. سبيكتروم صح؟ اه الحاجات دي في قطع من هنا من سبيكتروم. هو بس ده مش من سبيكتروم ده. سبيكتروم، لا. سبيكتروم تقيل شويه. اه سبيكتروم تقيل طبعا، ومنهج حديث، خد بالك. حديث من سنه كام مثلا؟ لا ده قريب. ده الكتاب ده اصلا ظاهر تقريبا في على ما اعتقد بس 2021، حاجه زي كده. ده منهج بس حديث جدا. بس التكست دي اعتقد مش تقدر ان انت يعني تستفاد منها بشكل كبير. دي ازاي؟ ايه اللي يخليك ما يعني تستفادش منها بشكل كبير؟ كمحادثات انا بشوف الكلمات اللي هي اصلا انا عندي الريدا ميتال اللي هي الخاصه بالبي اينز. مم. شايف ان هي في كلمات خاصه بالكلمات كبيره كده ما اعرفش موجوده ليه اساسا. مش موجوده في الالتاج يعني. هو الموضوع مش مرتبط برضو بس خد بالك، لا لا ثانيه. كتاب السبيكتروم اكتر واحد يعتبر فيه حاجات عاميه اصلا كتير. هو مختلف عن منشن، مختلف عن نتسفاك، مختلف هو عن مركز اكتر على الكلتوة اكتر والجشيشتة والحاجات دي. لا في والبوليتيك او. بعض. بص انت لو بصيت للاكتسيون اللي بتبقى موجوده في كل كتاب، سواء منشن سواء سبيكتروم سواء نيتسفيرك ايا يكن، فهتلاقي ان هم كلهم بيدوروا حوالين نفس التيمات. لا بس واكيد اصحابه طبعا انا بيديك شايف ان حاجات هو في الادب سبيكتروم. الالماني. الايه؟ اصحابه مش سبيكتروم. اصحابه مش سبيكتروم. ما هو صعب جدا طبعا، اه. هو مش مطلوب ان انت تدرس منهج سهل يعني. منشن ده اصلا اللي هو اصلا ماشي بيه ناس كتيره، ده اصلا لليوجندليشا. اليوجندليشا ده اللي هم اصلا اخرهم 16 سنه. مم. تمام. كتاب منشن اصلا لا يصلح ان هو يدرس اكاديمي. أنا بدرس منه يعني ولا بس. اكاديمي، يعني ولا اكاديمي ولا اي حاجه حرفيا. يعني كتاب منشن لا يصلح اصلا ان هو يتدرس. ده اصلا انا شايف ان مصنع للاطفال. الدراسة الله الأكاديمية بتبقى يمشي. تقيلة شوية يعني. وبتبقى مملة الايه؟ شوية يعني. الدراسة الأكاديمية إنما في الفن كده مع نفسك من على اليوتيوب كده بتحس إن أنت إيه. بس مش فيش تبقى الموضوع، لا ممل. لا لا، بص في حاجه. انت في فرق من ان انت عايز تتعلم كهاوي، ان انت واحد محب السفر، فانا هسافر بلد مثلا زي المانيا، فانا اللي هو عايز القط لي اي جملتين كده ممكن اتعامل بيهم هناك، ده قصه تانية. يعني انت واحد ان انت مطالب بالاكاديمي، لان انت واحد مفروض رايح على دراسه، عندك امتحانات، هتكتب، مفروض تفهم، مفروض تتعامل، فانت عايز مم. تشتغل على جميع انحاء اللغه، فانت لازم تكون عارف الاكاديمي. بس ما ينفعش افصل الاكاديمي عن الامجانجسشبراخ، يعني المفروض اربط ما بين الاثنين، عشان ما اسوحكش في التعامل في الالتاج، وفي نفس الوقت ما اسوحكش ان انت ولا عارف تكتب حاجه، تكتب مثلا ايميل او اه ترد عليه او هو هكذا. عايز مجهود شوية، عايز مجهود اه. فهي الموضوع كده الكومبيناتسيون ده اللي هو إن تعمل زي كومبينيشن كده زي ما كومبينيرو بقول بالانجليزي، يعني. اللي هو والله ما فاكرها عربي والله. التطبيق نعمل النظري والعملي يعني. اللي انت تربط حاجتين ببعض، تعمل خلطة كده. جمشت يا مم. شباب، حاجة هو ده مختلطة. مش هو ده اه ميشنج يعني. جمشت ان انت تربط المجانجسش براخة بالاكاديمي، بحيث ان انا بعلمك جرامر، في نفس الوقت ان انت تبقى قادر تفهم التكستات، قادر ان انت ترد على ايميل وهكذا، وفي نفس الوقت قادر ان انت تعدي امتحان مش عارف ايه، في نفس الوقت قادر ان انت تتكلم وتتعامل مع الالمان نفسهم. وصل لك الفكرة؟ فدي خلطة ايه، غريبة شوية. ومش كل التكستات لازم أن تكون فيها كلها كلام ان انت هتستخدمه، يعني مش شرط. يعني انت بتلعب هنا برضه وممكن على حته الفهم. التشتندنس بس.
انت هنا بتلعب على حته اه. الفهم والنطق، انا هنا الكورس بتاعي هدفه النطق والفهم. انا مم. مش رابطه بان انا اخليك تتكلم، الكلام ده موضوع تاني خالص وليه سكته. انا هنا مركز على مم. حاجات معينه. تمام كده، مركز ان انت تمام. نطقك، احاول احسن لك النطق، احاول اخليك تفهم تكست، وتبقى قادر كمان انت تفصص الجرامر مثلا اللي بيقابلك في وسط الجمل. لكن انا يا هدفي مش هنا ان جرامر انت تاخد من الجمل دي اناليزيغن. يا. اه لكن مش هدفي هنا ان انت تتكلم بيها خالص يعني. مم. تمام. طيب، نرجع مرجعنا تاني، بس انا زي ما قلت لك سبيكتروم افضل كتاب بالنسبه لي. انا مع التطبيق اللي هو بتاعه الخاص بيه، بحاول ان انا اسمع عليه امم الجمل والنطق بتاعها اسمه فوت اون ذات تقريبا. ما علينا، اللي هو هم كلهم تقريبا مش عارف من شركه اسمها شريت تقريبا على ما اعتقد، او ايه مش شراينا، والله ما فاكر، مش فاكر اسم الشركه، زي هوبا يا كده. دار ما هوبا دي المشهد. تقريبا هي اللي مطلعه منشن والحاجات دي تقريبا على ما اعتقد. يا يبقى في ف لايف يا. فاللي هو زي ما قلنا ان احنا هنا مجرد ان انت تبقى قادر ان انت تفهم الكلام ده. تمام. انت في ناس على فكره بيبقى كل ناس بيبقى عندها مشاكل في حتت مختلفه. في ناس لما بتوصل للمستوى مثلا البيت صغير والكلام ده، ممكن حد تلاقيه مش عارف يكتب. في واحد اصلا مم. مش قادر يفهم تكست اساسا. تمام كده. فدي بتبقى مشكله. ممكن تكون بتتكلم كويس، والعكس صحيح، ممكن واحد تلاقيه بيكتب كويس، بيفهم كويس، بس هو مش عارف يتكلم. بس الموضوع الكلام ده الاصعب فيهم اساسا يعني. لو ظبطتها كويس الحاجات التانية ممكن تتحل يعني. والله انا مش معاك قوي يعني. انا شايف ان كل مهارة منفصلة، يعني لو عندك ديفكتيف في مهارة معينة، انا شايف الموضوع بيبقى صعب برضه. يعني ملهاش علاقة سواء كان كلام او كتابة او قراية. مم. هي اللغة مش منفصلة عن بعضها يا جماعة. هي لغة متكلمة متحدثة، وارد تتواصل بيها سواء بتتكلمها او بتكتبها. مم. يعني ما ينفعش افصل اللغة عن بعضها، ما ينفعش افصل كله مهارات بيؤدي اللغة عن لبعض. بعضها. يعني اصلا يعني انا مش، انت لو بتشتغل على اللغة بالاربع مهارات مش هيبقى عندك ديفكت في حاجة. وصلت الفكرة؟ لكن الناس بتركز مم. على حتت معينة. في طبعا بعض الكورسات هنا في مصر هو بيعاملك معاملة الثانوية العامة، بيديك القاعدة يحل لك عليها وشكرا على كده. لا لا، ف... ده الاسلوب ده مش فده نافع. ده اسلوب فاشل الصراحة يعني. فيعني ايه، ربنا يهدي الحل الجميع. نرجع لمرجوعنا نكمل بقية الايميل. يا رب. كمل لنا كده يا محمود. هويتا. ثواني، هو قال في الجزء الأول يعني فيها زونجن ده اسم مكان، بس هو لا لا صفة لا لا لا، مفردة قصدي صح؟ زونيجن ايطاليان، يعني بيقول لك ايطاليا المشمسة. اه هو بالظبط. ده صفة. كلمة زنا اه المشمسة. تمام كده. ان هو يعني راحة في هو الصيف يعني، والشمس فيها كويسة، فبقول لك انا بكلمك يعني ايه. هو كان قالها اسم مكان، هو كان قال دي انا اسم ما مكان في خدتش بالي إيطاليا. من زونجن دي. اه. هو قال إيه؟ طب معلش يا محمود، انا ما خدتش بالي برضو، معلش. لا زونيجن هنا اقصد ايطاليا المشمسة، فيها شمس بقى والجو مم. جميل، فبقول لك ايه، انا بعت لكم سلامي من ايه، من ايطاليا المشمسة. تمام. مم. تمام. ماشي. ها. ماشي. Heute bleiben wir am Strand und entspannen. Ich lese ein Buch und mein Mann spielt B8 Volleyball. بيتش ده، بص آه، بقى، دي كلمة انجليزي، بيتش فولي بال. بيتش عادي. بيتش فولي بال، لا كرة طايرة على البحر بيتش يعني. Volleyball. عليها في البحر. آه، morgen möchten wir einen Kochkurs besucht und lernen, wie man echte italienische Pasta macht. مم. Ich freue mich darauf. مم. Das Wetter ist perfekt. Jeden Tag scheint die Sonne. Nur abends wird es etwa Was cooler, etwas kühler. etwas cooler. Mhm. مظبوط. Dann brauchen wir eine leichte Jacke. Jacke. Wie geht's? لا بص، Jacke, Jacke genau. Jacke.
Wie geht's euch? Was macht ihr Schönes? Schreibt uns doch mal, liebe Grüße, eure Lena. فهمت ايه من هنا؟ أنا شاطر. بيقول النهاردة كنا على الشاطئ ومستمتعين. مم. هو قرأ كتاب، أنا قريت كتاب، وزوجي لعب كرة الطايرة الشاطئية. في البحر يعني، و- ماشي. مم. أو والصباح مورجن أو الصباح أو مبكرا صباحا. انا هو لا آه، بص، موجن في بص، موجن دي معناها غدا اللي هو بكره، لكن ام موجن او موجنز دي معناها صباحا، عشان تبقى مفرق ما بينهم. يبقى هنا بتقول بكرة عايزين مثلا أو نريد نود نتعلم أو نزور كورس طبخ مم. ونتعلم مم. إزاي الإنسان حقا يطبخ الباستا الإيطالي. مم. وإحنا مسرورين بده، إحنا مبسوطين. مم. بتقول إن الجو كان رائع ممتاز. وكل يوم كل يوم الشمس بتشرق. مم. فقط المساء بيكون بارد شوية. وبعدين احنا بنحتاج جاكيت خفيف. مم. وبعدين بتسأل عن حالهم ازاي هم عاملين، اه، ايه اللي ازاي يعني بتعملوه دلوقتي؟ اه. وبعدين صفة يعني بتقول عاملين ايه يعني. صفة اللي هي شونس. وبعدين مم. بتقول لهم مش غابن اكتبوا لي مرة كمان او دخمل اكتبوا لي. نزدق. اه، اه هي دوخمال دي ملهاش بعدين ترجمة في الجملة ده، امبراطيف، عشان كده الكلام ده بيبقى مجرد بس زي ما بنقول عندنا تخفيف في العربي الكلام. توكيد والحاجات دي، لكن هما لا، ملوش أي تأثير على المعنى. أو خلاص بتقول آه، امم. أخلص التمنيات أو أحباء امم. فيما معناه يعني. ايوه، ايوه. وبعدين بالظبط. طيب تمام، زي الفل يا شباب. انا كده كان اخر حاجة بقى معانا، كنت حابب ان الناس ان شاء الله لو انت حابب تكتب اللي هو ريتسيلين زي يبقى زيش زلبس، عارف يعني ايه ده؟ اتكلم فكر عن نفسك. بنفسك اه أو بالظبط، اتكلم اتكلم عن عن نفسك. يعني اه، وش حتى بريشن زي كده. يبقى ايغن التاج، بس الناس تكتب ده يعني، اكتبه في تكست كده، تمام يعني، اكتب بايديك. وبعد كده ان شاء الله ممكن تبعتوا لنا على الجروب، او نبقى نتناقش فيهم ان شاء الله المره الجايه باذن الله. طبعا ده حاجه اختياري. انتوا طبعا ما شاء الله مستواكم عاليه، حابين تتمرنوا على ده براحتكم. ويعني شرفتونا النهارده يعني، ان شاء الله اتمنى تكونوا استفدتوا مني حاجه يعني. بتشكر بشكرك جدا على السيشنز ديت حبيبي. ونتمنى مزيدا من التقدم والتوفيق بإذن الله. نجاح. حبيبي ده يا رب. حبيبي.